السلام عليكم. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرف اليوم بالجزائر العاصمة على استحالة الرجوع في الوقت الحالي إلى العمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن، بالنظر لتهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. وفي رده على سؤال النائب علي مليحة بالمجلس الوطني الشعبي في جلسة علمية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، تمحور حول مسألة التقاعد النسبي ودون شرط السن. وأوضح الوزير أنه بالنظر إلى تدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد ولعدم توفر موارد مالية إضافية، يتعذر في الوقت الحالي الرجوع إلى العمل بهذا الإجراء الاستثنائي للتقاعد النسبي ودون شرط السن. ولدى تطرقه إلى الوضعية المالية للصندوق، أشار الوزير إلى انخفاض عدد المشاركين، مبرزا أن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل 1.92 مشتركا مقابل متقاعد واحد، في حين أن التوازن المالي للصندوق يتطلب 5 مشتركين مقابل متقاعد واحد. والسلام عليكم.